في العالم كله الانتقالات المهمة بتحصل في الصيف، وفي يناير بتكون الانتقالات صعبة جدا وبشكل كبير. اي لعيب جامد ما بيتحركش من فريقه، لكن ظروف الاهلي والزمالك حتمت عليهم ان هم يعملوا صفقات مهمة جدا ومؤثرة جدا لفريقهم علشان يقدروا يكملوا الموسم ويقدروا ينافسوا بشكل كبير. هنتكلم على كل الانتقالات وشكل الانتقالات حصل فيها ايه بالنسبة للاهلي والزمالك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدأ ونتكلم عن اللعيبة. وهنبتدي مع الأهلي اللي عمل 5 صفقات، هم 5 بس 4 فعليا. الأهلي كان عنده أزمة كبيرة في قصة المدافع. أشرف داري جه من أول السنة ولكن إصاباته كتير جدا، وده مخلي الأهلي في مشاكل كبيرة. بيلعب ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومفيش حد بديل ليهم. ويوسف أيمن الأهلي قال له شكرا نورتنا، ارجع لفريقك الدحيل واحنا مش عايزين نكمل الإعارة دي. فاضطر الاهلي ان هو يروح يعمل اول صفقاته في الشتاء وهو مصطفى العش، اللي كان عليه مشكله كبيره ونادي زد بيقول مش هنبيع، لا هنطلع اعاره وقصه كبيره. المهم ان الاهلي انتهى وتعاقد مع مصطفى العش لمده 6 شهور. صفقه مصطفى العش صفقه كويسه جدا. لعيب بيلعب برجله الشمال، كان بيلعب باك شمال في غزل المحله قبل ما يروح لزد، ولكن بعد كده بقى متوظف ان هو مساك. والمساكين اللي بيلعبوا برجلهم الشمال قليلين قوي الفتره الاخيره، والناس بقت تدور عليهم كتير. مصطفى العش شفناه مع الاهلي لعب ماتش واتنين، والراجل اداؤه الى حد ما كويس. اي نعم مش هو اللعيب اللي جاي من فريق كبير علشان يلعب مع الاهلي ويخش على طول، لكن هو سنه صغير، لعيب كويس وهيأدي وهيكون فارق جدا مع الاهلي في عودة المصابين. ياسر ابراهيم يرجع، اشرف داري يرجع، يبقى كده دفاع الاهلي مظبوط شويه. الاهلي عمل صفقه تانية وكانت غريبه جدا. لعيب سلوفيني بيلعب في المجر، جراديشار، مهاجم رسمي ما بيلعبش في اي مركز تاني غير مركز راس الحربة. جراديشار لعيب سنه صغير عنده 22 سنة وكان بيلعب في المجر. الجنسيات الغريبة علينا جنسية ان لعيب سلوفيني يلعب في الدوري المصري دي كانت غريبة شوية، ولكن شفناه برضه في الملعب. نزل ماتش بيراميدز الراجل جاب جون وعمل اسيست، ولعب الماتش اللي بعده قدام فيوتشر وقدر ان هو يجيب جون ويعمل جولين، ولعب الماتش اللي بعده وقدر ان هو يسجل جون. اذا الراجل عامل 5 مساهمات في ماتشين ونص او ماتشين يعتبر، فدي حاجة كبيرة جدا. ودخل على طول مع الفرقة، وده علشان شفناه، فاحنا بنتكلم ان هو اداؤه الى حد كبير كويس. الراجل بيقدر يستحوذ على الكورة، يستلم تحت ضغط، ودي اساسيات المهاجم. بيعرف يتمركز، وسنه صغير 22 سنة، ده سن كويس جدا، وهو هيكون البديل الاول لأسامة ابو علي. وبصراحة الاهلي قفل الحتة دي ان هو يكون عنده أسامة ابو علي اساسي وجراديشار احتياطي. دي صفقة مهمة جدا للاهلي. الصفقة الثالثة كانت احمد رضا من نادي بتروجيت. احمد رضا بصراحة انا معرفوش وما اتفرجتش عليه، ولكن الراجل الناس كلها بتقول ان هو اداؤه كويس جدا ولعيب جامد وبيعرف يطلع بالكرة من تحت وبيعرف يعمل سكاننج للملعب، وسنه 24 سنة. صفقة كويسة ممكن، معرفش، لكن مش هقدر اقول كويسة او وحشة غير لما نشوف في الملعب. الماتش اللي فات نزل مع الاهلي 10 دقايق لكن ما لحقناش نشوف منه حاجة، واحنا مش هنقدر نحكم على اي لعيب طالما ما لعبش. الصفقة الرابعة للاهلي واللي عملها في اخر الميركاتو كانت اشرف بن شرقي. وطبعا كل مصر على علم تام بمين هو اشرف بن شرقي. جاي من الريان القطري بعد ما فسخ التعاقد معاهم، والاهلي حاول معاه كتير لغايه لما قدر ان هو يوصل ان هو يتعاقد معاه، والاهلي حاول لاخر ثانيه معاه لغايه لما بالفعل اتعاقد معاه، واشرف بن شرقي بقى رسمي في الاهلي. اي نعم انا مش بحب تكرار نماذج اللعيبه، بمعنى ان لعيب يلعب في الاهلي ويتالق فيروح الزمالك بعد كده وبعد كده يروح الاهلي، انت مش عارف هو هيتالق ولا لا. لكن اشرف بن شرقي كلعيب جامد، كوينج مش هنتكلم عنه كتير. اكيد شفناه مع الزمالك. الراجل ده الجبهه الشمال دي بتاعته، هو ما بيدافعش ودي مشكله فيه، ولكن في بعض اللعيبه، محمد صلاح ما بيدافعش مع ليفربول وده مش دوره يعني. فاشرف بن شرقي لعيب كبير، لعيب جامد، عنده 30 سنه يا جماعه، مش كبير، مش 32 ومش 33. فصفقه كصفقه صفقه كبيره جدا. كلعيب في الملعب هيفرق جدا، الا لو مستواه مش هو، الا لو ما قدرش ان هو يتاقلم مع فرقه الاهلي، ودي حاجه بتحصل في الدنيا كلها. شفنا ايدن هازارد ساب تشيلسي وهو نجم من نجوم الدوري الانجليزي، راح ريال مدريد نسي الكوره، فده مش حاجه غريبه علينا. بس هنشوفه في الملعب ولما يرجع من الاصابه، لان هو كان عنده شد في الاماميه،
وهو بيتأهل دلوقتي يرجع ونشوف في الملعب وهنقدر نقول رأينا فيه. مش هنحكم عليه لأن أشرف بن شرقي لعيب كبير، لكن مش هنحكم عليه. الصفقة الخامسة واللي ما جابهاش الأهلي في يناير هتيجي في شهر 6 علشان يبقى تعاقد لمدة 5 سنين مع نجم المنتخب المصري محمود حسن تريزيجيه. وصفقة تريزيجيه دي أنا شايفها إن هي من أقوى الصفقات في الدوري المصري آخر 5 سنين، يمكن الأقوى. مفيش حد بالسعر ده أو بالرقم ده أو بالنجومية دي دخل الدوري المصري من حوالي 5 سنين. يا جماعة تريزيجيه القيمة السوقية بتاعته 7.5 مليون دولار. مفيش نادي في مصر يقدر يجيب لعيب بالقيمة السوقية دي. احنا عشان تريزيجيه عارفينه ولعب في الاهلي قبل كده وبيلعب في منتخب مصر، فاحنا حاسين ان الصفقة عادية. لا 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 لا، الصفقة دي مش عادية خالص. لعيب قيمته السوقية 7 مليون ونص، يعني بالراحة بيتباع ب10 وب9 وب8 ومفيش اي مشكلة خالص. الراجل حارب كتير علشان ينجح الصفقة دي وعلشان يرجع للاهلي ويلعب معاه كاس العالم. نتمنى نشوفه على خير. وفعلا تريزيجيه من اللعيبه اللي مصر كلها بتحبه، وبيكون كده الاهلي قفل صفقاته الاجنبيه وبقى عنده 5 اجانب رسمي بعد ما ايد علي معلول بعد ضغط الجمهور ولقى علي ما تسيبش الاهلي وتمشي. وفعلا علي معلول بيتأيد كصفقه اجنبيه 5 وبيقفل المحترفين عند الاهلي. وعلي معلول يستحق ان نهايته تكون في الاهلي كويسه، لانه راجل مش لعيب اجنبي عادي. جمهور الاهلي بيعتبره اسطوره من اساطير النادي، وهو فعلا كان مؤثر جدا ومن مفاتيح لعب الاهلي في بطولات كتيره. وكده يكون الاهلي خلص صفقاته في يناير وقدر ان هو يسد احتياجاته من وجهه نظري بنسبه 85-90%. وبكده يكون خلصنا الاهلي. نادي الزمالك. الزمالك يا جماعه داخل يناير بمشاكل كبيره جدا في السكواد. دي نقطه. النقطه التانيه بقى ان الزمالك داخل بمشاكل كبيره قوي اداريا. الزمالك عنده مشاكل اداريه غريبه ومحدش فاهمها. مين بيدير الكوره؟ كابتن احمد سليمان، كابتن حسين السيد، لا مش انا، لا ده هو. مين اللي جاب اللعيب ده؟ لا مش انا، لا ده هو. وبقى في تضارب كبير قوي قوي. ووصلنا لنص يناير والزمالك ما جابش حد. وصلنا اليوم 25 يناير والزمالك ما جابش حد. طب هنعمل ايه؟ هنعمل لجنة انقاذ من محبين النادي. استاذ عمرو الجنايني، عيلة العدل اتدخلت، ميدو وحازم امام وهيثم فاروق، لعيبة قدامى كانوا بيلعبوا في الزمالك وعايزين يشوفوا الزمالك في احسن حال واحسن شكل. فقال لك لا احنا لازم نتدخل ولازم نشوف حل. وحظ الزمالك حلو جدا ان بعد ما الناس دي اتجمعت كان فاضل يومين او 3 على سوق الانتقالات في يناير، جه ان الاتحاد الافريقي قال لك انا همد القيد بتاعي لغايه يوم 28/2، واحنا القيد المحلي بيقفل 8/2. فالزمالك بقى قدامه من 9 ل 10 ايام يفاوض الدنيا كلها ويحاول ان هو يجيب لعيبه. فانت كمجلس اداره حطيت نفسك قدام الجمهور ان انت مسؤول عن تصرفات الناس دي باي شكل وباي طريقه. بيتكلموا عن اللعيبه دي، اي وكيل معدي عندك لعيبه عارضها علينا واحنا هنفاوض اللعيبه، تعالى روح احنا محتاجين ايه، ما عندناش مساك، حمزه المسلوسي اتصاب، طب شوف قلبان في النادي اتقلب. ومجلس الاداره في ايه يا جماعه؟ لعيبه احنا معناش فلوس، سكاوتنج ما عندناش، لجنه كوره مفيش. طب انتوا بتعملوا ايه؟ قاعدين بتعملوا ايه؟ الزمالك بيقدر ان هو يمضي 2 لعيبه من الدوري المصري. محمود جهاد لعيب رقم 6 بيلعب في نادي فاركو، ودي صفقه انا شايفها صفقه جيده جدا، مش ممتاز ومش متوسط ومش قليل، لعيب كويس جدا. هيلعب اساسي على دونجا ولا دونجا اللي هيلعب عليه؟ الزمالك كان محتاج فرد تخش اساسي دي، يعني ايه، يجي يلعب، هو ده اللي المفروض يحصل. ومحمود جهاد فعلا امبارح لعب لكن جنب دونجا مش رقم 6 صريح يعني. وهو صفقة من وجهة نظري يعني شايف ان هو صفقة كويسة جدا للزمالك. والصفقة التانية هي مساك الجونة محمد حسام. وانا عندي تعليق بسيط على الصفقة دي. تجيب لعيب مساك، تجيبه من فرقة واقفة على رجليها دفاعيا. الراجل ده بيلعب مع الجونة اخير الدوري او قبل الاخير على حسب معدل الماتشات، هو وفيوتشر يعني بيتنافسوا مين الاخير بالظبط. ثانيا الراجل ده بيلعب برجله الشمال. ثالثا انت عندك 2 مساكين هم اللي موجودين، الونش وحسام عبد المجيد، الاتنين بيلعبوا ناحية الشمال. فانت جبت مساك بيلعب برجله الشمال فاجباري هيلعب ناحية الشمال، فبقيت انت مجبر ان انت تنقل الونش او حسام عبد المجيد ايا كان اللي يلعب مكانه الناحية التانية.
والكلام ده مش صح. اذا انت دورت غلط واللي لقيته جبته. مش بعيب في الراجل لعيب كويس جدا، بس انت اللي لقيته وقدرت توفره للنادي جبته. الصفقة متوسطة كلعيب، هو متوسط الامكانيات، مش لعيب فوق المتوسط او جيد جدا، لعيب مش طويل مش قوي قوي بدنيا. فما علينا، انا شايف ان الصفقة دي متوسطة للزمالك، وكان محتاج ان هو يجيب مساك الناحية التانية. انا عندي 2 بيلعبوا شمال، يبقى حاول اجيب 2 بيلعبوا يمين. الزمالك راح جاب مدافع مغربي من نادي اسمه نهضة الزمامرة. النادي ده انا معرفوش، يعني اول مره اسمع الاسم ده، ولكن النادي ده عامل موسم السنه دي كويس جدا، هو تاني الدوري، وده شيء كويس جدا ان انت بتجيب مدافع من نادي محدش يعرفه تاني الدوري السنه دي، يعني عامل اداء جامد قوي. اذا دفاعيا هو قوي. صلاح الدين مصدق مساك مغربي، صفقه انا عن نفسي ما اعرفش اللعيب خالص، ما شفتوش قبل كده، زي صفقه جراديشار كده في الاهلي، لعيب ما نعرفش عنه اي حاجه، ما سمعناش عنه. هنشوفه في الملعب، واول لما نشوفه هنتكلم عنه وهنقدر نحدد هل اللعيب ده كويس ولا لا. هو طويل، تكوينه الجسماني ممتاز بصراحه، ممتاز يعني مش متوسط، لا تكوينه الجسماني ممتاز، وبيلعب ناحيه اليمين، مساك ناحيه اليمين، وهو ده اللي الزمالك كان بيدور عليه. الصفقه الاخيره للزمالك وهي الوينج التونسي احمد جفالي. الراجل ده من الاتحاد المنستيري، عنده 21 سنه. الناس في الميديا بتقول ان هو بيلعب بشمال وينج شمال، ودي مشكله وهقول لك عليها حالا، بس ثانيه واحده. الراجل ده اولا سنه صغير، وانت محتاج لعيب تجيبه وتركبه على طول في الفرقه. ثانيا بيلعب بشماله. هتقول لي طب وهي ايه المشكله يا عم لما هو بيلعب بشماله وينج شمال، ايه المشكله؟ هقول لك لا، المشكله ان انت المدرب بتاعك بيلعب بالوينجين، بيخش للعمق اغلب وقت الماتش. معنى ان الراجل بيخش للعمق فهو عايز وينج يقطع لجوه، يشوط، يعمل باصات عرضيه، يعمل ثرو، فيفيده لما يقطع لجوه. المشكله ان الوينج اللي بيلعب بشماله مع كريستيان جروس محتاج ان هو يلعب ناحيه اليمين، وناحيه اليمين دي بتاعه زيزو. يبقى انا جبت ليه وينج بيلعب بشماله، مش هعمل بيه حاجه. طب الراجل ده لو لعب ناحيه الشمال ايه اللي هيحصل؟ الراجل ده لو لعب ناحيه الشمال هيتقلب باك شمال قدام، او وينج شمال بيعمل اوفرات بس، مش هتلاقي منه اي حلول، لان لما يضم لجوه رجليه اللي بيستخدمها وبيشوط بيها وبيتحرك بيها هتبقى لبره الملعب، مش هيقدر يشوط. فهي دي المشكله اللي انا بتكلم عليها. طيب الزمالك خلص كده صفقاته، طب الزمالك كان محتاج لعيبه تانية؟ ايوه الزمالك كان محتاج لعيبه تانية. انا بقول لك ان اداره نادي الزمالك عندها غلط كبير قوي من الاول، لان هي في الاول كان لازم تصارح الجمهور. تصارح الجمهور بايه؟ يا جماعه احنا معناش فلوس، احنا مش هنجيب لعيبه السنه دي، وهنحاول بقدر الامكان نعمل حاجه باللعيبه اللي موجوده، ومش هنقدر نجيب صفقات علشان احنا مش معانا فلوس، وعندنا لعيبه عايزه تجدد، فاقدر احافظ على السكواد اللي معايا. لكن انت مش محافظ على السكواد اللي معاك، وجبت صفقات مش على طموح فريقك ولا جمهورك، وما قدرتش ان انت تعدل اوضاعك، والناس اللي بره هي اللي بتدفع، فانت مش قادر تشارك في اي حاجه في الموضوع. احمد حسام ميدو هو اللي بيطلع يتكلم عن الصفقات، عن التجديدات، عن كل شيء. ميدو من شويه كان بيتكلم ان انا هفتح الكلام مع زيزو، وهنقعد مع زيزو تاني ونحاول نقرب وجهات النظر، ولو ما وصلناش لحاجه هنطلع نقول للجمهور. يا جماعه الكلام ده انا مشفتوش في اي نادي في الدنيا. كابتن ميدو راجل زملكاوي ومحب النادي الزمالك، لكن ملوش وظيفه. هيقعد مع زيزو، زيزو هيقول له انا اتفقت مع الناس، يقول له سيبك من الاتفاقات ونرجع تاني نعيد الكره. ما هو زيزو انت لو معاك فلوس قول له هجدد لك، مش معاك فلوس قول له شكرا يا زيزو انا مش قادر اجدد لك، واطلع قول لجمهورك كده انا مش معايا فلوس اجدد لزيزو، اعمل ايه؟ ودي كانت غلطه الاداره في الصيف لما زيزو جاله رقم حوالي 5 أو 6 مليون دولار وما قدرش ان هو يبيعه. يبقى انت مطالب ان انت في يناير تجدد لزيزو اجباري وغصب عنك، وتحاول توفر له فلوسه غصب عنك. كل المشاكل دي اداريا نادي الزمالك ملوش ذنب فيها، الناس اللي قاعده على الكراسي هي المسؤوله عن الوضع ده، وهي المسؤوله عن حل الوضع ده. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن صفقات الاهلي والزمالك. وما تنساش تقول لي رايك في الصفقات اللي جات للاهلي والزمالك، ولو كان نفسك في لعيب ان هو ينضم لفريقك اكتبه لي في الكومنتات. وبس كده خلصنا كل كلامنا. انا ديبو، وده ما لعبتش كوره. سلام.